مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شوف إيكو. الأجور، المعاشات، الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة وعلى الاستهلاك الداخلي. إلى أين وصلت جولة أبريل في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات؟ هذا السؤال اللي اختاريناه الموضوع حلقة اليوم كيحضر معايا النقاش فيه القيادي النقابي بالاتحاد المغربي للشغل السي العربي الحبشي. السي العربي مرحبا بك. مرحبا، شكرا. بداية السي العربي، يعني مؤخرا كان هناك واحد الاجتماع ما بين رئيس الحكومة وما بين النقابات الكبرى والأكثر تمثيلية في المقدمة ديالها النقابة ديالكم الاتحاد المغربي للشغل. رئيس الحكومة قال بأنه يعني هذا الحوار وهذا النقاش يعني مشى في واحد الجو يعني إيجابي، وقال بأنه الحوار الاجتماعي كان مشرف وكانت الحصيلة ديالو إيجابية. أنتم كيفاش كتشوفوا هذه الحصيلة؟ شكرا على الاستضافة. بداية أن الاتحاد المغربي للشغل لعب دور كبير في جعل من مأسسة الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي. فكنشوفوا في هذه الحكومة هذه تم احترام دوريات عقد الاجتماعات. فيما يخص نتائج الحوار، فقيمة نتائج الحوار الاجتماعي هي في قيمة نتائجه. كما تعرفون المغاربة يعيشون سياقا صعبا متميزا بارتفاع مهول لأسعار المواد الغذائية الاستهلاكية والخدماتية، بهجوم على القدرة الشرائية نتيجة لمجموعة من العوامل. فعوض أن الحكومة ما تنكب على معالجة المشاكل وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، فهي في نظرنا في الاتحاد المغربي للشغل تتفرج وتتحجج بالأزمة الدولية، في حين أن دور الحكومة الدستوري والمؤسساتي هو البحث عن إيجاد حلول لمعضلة غلاء الأسعار ولمعضلة الهشاشة. ولكن في المحضر ديال 30 ابريل ديال العام اللي فات يعني كانت هناك واحد الاجراء حكومي ديال الزياده في الاجور اللي كانت خداتها يعني على مستوى القطاعي العام والخاص. ما كانت زياده في الاجور في اتفاق 30 ابريل، لم تكن هناك. كان اتفاق على 3500 درهم في الحد الادنى للاجر، كان رفع من الحد الادنى للاجر. انا كنتكلم على زياده عامه في الاجور. هذاك الحد الادنى ديال الاجر، الحد الادنى للاجر متفق معك، كان ترتفع على بالنسبه للقطاعين العام والخاص. فأنا أتكلم عن الوضع اللي كنعيشوه الآن. الاتحاد المغربي للشغل ليس فقط منظمة دورها الاحتجاج والدفاع عن الطبقة العاملة، ولكن دورها هو التفاوض والاقتراح. الاتحاد المغربي للشغل قدم أرضية مقترحات لإيجاد حلول، ما اكتفاش بالمطالب، وهذه قليله في النقابات. فاحنا قدمنا حلول على المستوى الاجري، على المستوى الضريبي، على المستوى التشريعي، على المستوى المؤسساتي. طالبنا كاتحاد مغربي للشغل بزياده عامه للاجور. حددتوا لها شي سقف؟ لا، ما حددناش السقف الان، بعد نكمل لك من بعد. المساله الثانيه، طالبنا بالاستمرار في معالجه الضريبه على الدخل عبر تخفيضها حسب مجموعة من الأركان ديالها. تعرفوا الضريبة ديال الدخل فيها الأشطر، فيها النساب، فيها الأعباء المهنية، وفيها المصاريف المتعلقة بالأعباء العائلية. فاحنا قدمنا مقترح شمولي لا يشمل فقط الأعباء المهنية كيف دارت الحكومة في الجولة في خلال المشروع القانون المالي ديال 2023. فاكتفت بمعالجة التخفيض من الأعباء المهنية لي شارج ديدكتيبل افيرونت او فري بروفيسيونيل من 20 ل 35% بالنسبة للأصناف، مجموعة من الأصناف ديال الأجراء، وكذلك من 60 70% بالنسبة للمصاريف المتعلقة مطبقة على الواردات، الضريبة المتعلقة على المعاشات مثلا الواردات عفوا. وبالتالي فاحنا قدمنا مشروع يهم كذلك تخفيض من النسب والتخفيض من الاشطر، وكذلك الرفع من لي شارج ديدكتيبل، التكاليف المتعلقه بالاعباء العائليه
بالنسبه للمراه الغير العامله، الزوجه الغير العامله والابناء من 30 درهم 100 درهم. تصور 30 درهم هي اللي كتدار دابا، اللي يعني كتطبقها يعني ضعيفه جدا منذ عقود منعدمه يعني. لا هذا اللي، ولذلك فاحنا كيف قلت طالبنا بالزياده العامه في الاجور بما يتماشى وحمايه القدره الشرائيه. طالبنا كذلك باعاده النظر بشكل جذري في المنظومه العامه ديال الضريبه على الدخل، لان الطبقه العامله كتأدي لوحدها وبشكل منتظم 74% من مداخيل الضريبه على القيمه المضافه، لا غوسيت فيسكال جينيرال، من المداخيل العامه ديال الضريبه على الدخل، في حين باقي الفئات يعني لي بروفيسيون ليبرال المهن الحره كيأديو الباقي اللي هو 26%. احنا كنطالبوا بالانصاف والتوازن بين الضريبه المطبقه على العمل والضريبه المطبقه على راس المال. كنطالبوا بتعطينا حنا الحق في التصريح، لان حتى العائلات ديال العمال والعاملات لهم مصاريف متعلقه ولا متعلقه باسرهم، متعلقه باستهلاكهم اليومي، متعلقه بمصاريفهم الطبيه، متعلقه كثيره يعني. وبالتالي اذا كانوا الفئات الاخرى عندهم الحق في التصريح يعطيونا حنا الحق في التصريح. بغاو يطبقوا اقتطاع من المنبع كيف كيطبقوا علينا بوحدنا كطبقه عامله، يطبقوا على الجميع على باقي الفئات. وبالتالي فكيف قلت حنا كنطلبوا بالانصاف وتوسيع الوعاء الضريبي وحمايه القدره الشرائيه للطبقه العامله. الاجراءات الاخرى اللي اقترح الاتحاد المغربي للشغل كتتعلق بمعالجه الاختلالات اللي كتعرفها سلاسل التسويق والتوريد، اللي يتعلق بتسويق المواد الغذائيه والاستهلاكيه، بحيث هناك فوضى، هناك مضاربات، هناك كاينين الشنقه، كاين الوسطاء. وبالتالي فالاتحاد المغربي للشغل طالب السيد رئيس الحكومه بضروره اولا اتخاذ اجراءات جذريه ضد تجار الازمه الذين يتاجرون في الازمات. كذلك طالبنا بتفعيل دور مجلس المنافسه من اجل القيام بادواره المنوطه به قانونا ودستورا. طالبنا كذلك بمحاربه كل اشكال الريع والاحتكار والمضاربه، باش هذا الشيء يساهم في التخفيف ديال الوطأة ديال التخفيف الوطأة ديالها. وكذلك طالبنا بمحاربه التملص الضريبي والاجتماعي. التملص الضريبي لان عندنا الان 69% من الشركات كتأدي 0 درهم، دائما كديكلاري كتعلن على العجز ديال الديفيسيت في الحصيله ديالها السنويه. طالبنا كذلك محاربه التهرب الاجتماعي، لان العديد من الشركات للاسف ما كتصرحش بالعاملات والعمال اللي عندها، او كدير تصريح جزئي لا على مستوى المده ولا على مستوى الاجر. وهذه كلها نعتبرها في الاتحاد المغربي للشغل بمثابه جرائم ترتكب ليس فقط ضد الطبقه العامله ولكن ضد الاقتصاد الوطني ضد الوطن بشكل عام. لذلك فكذلك طالبنا من المطالب ديالنا من اجل البحث عن الانصاف بين الفئات واقرار نوع من العداله الاجتماعيه بين الفئات في الوطن ديالنا، طالبنا باقرار ضريبه تصاعديه على الثروه، لان هناك فئات استفادت الشيء الكثير. هناك قطاعات يعني في اطار التضامن ما بين فئات الميسوره لها ارباح كبرى، لها ارباح كبرى. نحن في الاتحاد المغربي للشغل نقول ليس من اختصاص الفقير ان يمول الفقير الاخر فيما يخص الحمايه الاجتماعيه. الا بغينا ننجحوا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه من المفروض ان الفئات الميسوره انها هي اللي تساهم في هذا. ولذلك ليس من صراحه ما نكبوش هذا الشيء على الفقراء بيناتهم شيء يمول شيء، بل خاص الفئات الميسوره الخارط، وخاص محاربه كيف قلت التملص والتهرب الضريبيين اللي غادي يمكننا من موارد ضريبيه اضافيه اللي غتساهم في التنميه ديال بلادنا وتساهم في التخفيف من اعباء الطبقه العامله. هذه كلها كذلك طالبنا بواحد تسقيف مرحلي او جزئي الاسعار، اسعار المحروقات واسعار المواد الغذائيه والاستهلاكيه والخدماتيه الاساسيه.
لان مجموعه من الدول. ولكن الحكومه كتقول لك بان هذا القرار يعني غتكون عنده واحد الكلفه ماليه يعني اللي هي في يعني في ظل هذه الازمه اللي كتعيشها البلاد، يعني من الصعب انها يعني تتجه لهذا القرار ديال تسقيف الاسعار. اعتقد ان عنده كلفه بايظه. المفروض في الحكومه تهتم بالكلفه الاجتماعيه اولا. ما يمكنش نهتموا حنا بالكلفه الماليه ونديروا واحد المقاربه محاسباتيه على حساب التوازنات الاجتماعيه والمجتمعيه لبلادنا. احنا خصنا السلم والاستقرار الاجتماعيين. الوطن ديالنا الحمد لله يتمتع بالسلم والاستقرار الاجتماعيين، فخصنا نحافظوا عليه. كيف نحافظوا عليه؟ بمجموعه من الاجراءات. لما احنا في الاتحاد المغربي للشغل نعتبره كل ما تاخذه الطبقه العامله ليس تكلفه، بالعكس هو مساهمه ديناميه جديده وديناميه جديده ومساهمه جديده في توسيع السوق الداخلي وفي انعاش الاستهلاك الجماهيري. وبالتالي اعتقد ان الحكومه لها مقاربه تجزئيه لتحليل الاوضاع وليست مقاربه شموليه. المقاربه الشموليه تاخذ بعين الاعتبار اولا المساله الاجتماعيه. المساله الاجتماعيه لها اهميتها كباقي القطاعات الاقتصاديه والماليه فيما يخص اقرار السياسه العموميه. لا يمكن اننا نبلوروا واحد السياسه عموميه دون الاهتمام بالمساله الاجتماعيه. المساله الاجتماعيه ضروريه لبناء مجتمع متقدم وفيه العداله الاجتماعيه وفيه تكافؤ الفرص. وبالنسبه لكم السي العربي، يعني على ضوء هذه المقترحات كلها اللي شرتي لها واللي كتبان بان مقترحات مهمه، واش لمستوا واحد القابليه ديال التجاوب معها من طرف رئيس الحكومه على ضوء هذه الجوله ديال ابريل اللي خدتوها؟ فالخلاصه ديال لاننا نعقد اجتماع وحيد على مستوى القياده الاتحاد المغربي الامانه الوطنيه الاتحاد المغربي للشغل مع السيد رئيس الحكومه بحضور مجموعه من الوزراء. الخلاصه اللي خرجوا بها انه هو على ذكر الحوار، هذا الحوار اللي تكلمت عليه فهو مع 3 نقابات، كاينين نتوما وكاين الاتحاد المغربي للشغل وكاين الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. احنا جلسنا لوحدينا كل واحد بوحده، كل واحد على حنا جلسنا لوحدينا. الاولين تبعوكم الاتحاد العام الشغالين. احنا الاولين. بالتالي السيد رئيس الحكومه يتفهم الوضع والخلاصه اللي خرجوا بها واحد اللجنه تقنيه مشتركه اللي غتشوف تجمع هذه المقترحات ديال الاتحاد المغربي للشغل وتدرس. وحنا كيف قال الاخ الامين العام الميلودي مخارق نامل تكون شي بشرى ليله فاتح ماي في اواخر هذا الشهر باش نفرحوا الطبقه العامله، لانها تعاني من الغلاء، من أزمة المعيشه. يعني اللي بغى يخص الراي العام يعرف ان السميق الان ما كيعيشكش 6 ايام حتى 7 ايام علميا. ظل هذه الاسعار اللي ظل هذه الاسعار 6 ايام حتى 7 ايام اللي كيعيشك السميك، فما بالك اللي ما عندوش السميك كاع. فلذلك الاوضاع صعبه جدا وينبغي للحكومه، نحن نتفهم اوضاع بلادنا. الاتحاد المغربي للشغل منظمه مسؤوله، منظمه نقابيه وطنيه مشهود لها تاريخيا بالوطنيه ديالها، لكن ان الطبقه العامله يجب ان تكون أولوية بالنسبة للحكومة. كيف قلت، ما هو اجتماعي لا يشكل عبئا، ما هو اجتماعي كيتصرف من بعد فما هو اقتصادي فما هو مالي. ما يمكنش نبقاو حنا في ديك المقاربة التقنية الصرفة. خاصنا المقاربة تكون عندنا شمولية فيها التقني فيها المالي فيها الاقتصادي، ولكن الجانب الاجتماعي يجب أن تكون أهمية ديالو. يعني الدول اللي تقدمات هي اللي اهتمت بالجانب الاجتماعي، اللي كتهتم بالتعليم وبالصحه وبتقديم الخدمات الاساسيه وبتحسين الاوضاع ديال القدره الشرائيه وتحسين الاوضاع الاجتماعيه ديال المواطنين والاسر بشكل عام، هي اللي الان متقدمه على الصعيد الدولي. وراه بينات الجائحه ديال كورونا بينات انه اللي كان مهتم بالجانب الاجتماعي في سياسته العموميه هو اللي دوز هذه الجائحه بدون خسائر كبرى، بالعكس اللي كان مطبق السياسات يعني اللي كتفرضها المنظمات الدوليه الماليه، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. راه شفنا النتائج ديالها، شفنا الهشاشه فين واصله، شفنا الفقر فين واصل، شفنا يعني ولذلك الاهتمام بالمساله الاجتماعيه ينبغي ان يكون في الاولويات داخل كل سياسه عموميه للحكومه ديالنا. وبالنسبه لك المحضر اللي وقعته قبل من عام دابا تقريبا ديال 30 ابريل،
جاب واحد المجموعه ديال منها الرفع من الحد الادنى للاجر، الزياده في المعاشات بنسبه 5%. يعني هاد القرارين يعني واش بانوا لك بانهم يعني كافيين وكانوا في المستوى ديال انه يرضي يكون مرضي بالنسبه لكم؟ لا ليس كافيين، هذا الاجراءين ليس كافيين. احنا طالبنا لان كاينه واحد البوند في اتفاق 30 ابريل يتعلق بتحسين الدخل، وهذاك الشيء حنا كنذاكروا دابا في تحسين الدخل باركانه كامله. تحسين الدخل فيه الاجور، فيه الضريبه على الدخل، فيه الضريبه على القيمه المضافه، فيه الضريبه على الثروه، هادشي كله داخل في تحسين الدخل. ولذلك حنا كناملوا من الحكومه انها تدخل معنا في واحد، لان كنعيشوا دابا واحد لو كونتكست سبيسيال، كنعيشوا واحد السياق خاص. هذا السياق اللي كنعيشوا راه عمرنا ما عشناه منذ الاستقلال ديال الغلاء الاسعار وديال الغلاء المهول. بالمناسبه لابد ما نعاود نذكر بان طرح كذلك الاخ امين العام خلال هذا اللقاء ضروره فتح الحوارات القطاعيه، لان اللي لمسنا داخل الاتحاد المغربي للشغل ان القطاعات اللي فيها حوارات قطاعات قليله. كاين التعليم اللي توصلوا لواحد الاتفاق فيه مبادئ عامه، والصحه كاين الصحه، كاين كذلك الماليه اللي طالب الاخ الامين العام بانه ضروره اسراع باخراج النظام الاساسي المتعلق باخواننا واخواتنا في قطاع الاقتصاد والماليه. كذلك طالبنا كاتحاد مغربي للشغل بتعميم هذه الحوارات في جميع القطاعات، لان كاين قطاعات كتعيش مجموعه من الاحتقانات وما توصلتش لمجموعه من الحلول، بعكس بعض القطاعات اللي توصلنا فيها الحلول بحال التكوين المهني، بحال مكتوب ديال السكك الحديديه عندهم بروتوكول اتفاق سنوي كل سنه كيعاودوا يراجعوا، بحال لو ان دي ا مجموعه من، لكن اغلب القطاعات ما فيهاش حوارات، فيها ما فيهاش حوارات كاع. ولذلك فاحنا لحينا على انه الحوارات القطاعيه هي اساسيه كذلك لانجاح ولخلق اجواء من الاستقرار الوظيفي والسلم الاجتماعي في بلادنا. كاين اللي كيقول بانه يعني هذا المحضر ديال 30 ابريل اللي وقعتوا عليه يعني ما تمش الالتزام بالمضامين ديالو. واش ذكرتي مثلا الحوارات القطاعيه، ذكرتي واحد المجموعه ديال نعم كتشوف واش يعني انت التقييم ديالك المدى التفعيل ديال المضامين ديال هذا الحوار كيفاش كانت بشكل عام؟ واش تم الوفاء بها كما سطرتموها في البدايه؟ واش كانت كاين بعض النقاط اللي تم خصوصا انه يعني الحوار اللي انتم دابا كديروه في ابريل كيقول لك جا باش انه يكرس المكتسبات اللي تمت في المحضر السابق ديال ابريل. لا هو اتفاق يكمل يعني ابريل في نقط اللي التزمت بها الحكومه، وفيها نقط اللي لا زالت عالقه. في مقدمتها كيف قلت لك تحسين الدخل. ما يمكنش حنا هذه النقطه عندنا اولويه في الاتحاد المغربي للشغل، ضروري من تحسين الدخل ديال الطبقه العامله اللي غير باش نرجعوا الاوضاع اللي كنا فيها. باش ما غاديش نقول تحسين القدره الشرائيه، غير ترجع القدره الشرائيه كيف كانت. وبالتالي تحسين الدخل عندنا كيف قلت لك بالاركان ديالو كامله، لا الاجريه ولا الضريبيه، عندنا اولويه بالنسبه لنا في الاتحاد المغربي للشغل. الحكومه من المفروض انها تعالج كاع المعطيات اللي عندها. الا درنا تقييم ديال الاتفاق 30 ابريل وغنخرجوا فيه بنقطه اساسيه اللي هي تحسين الدخل. كذلك غنخرجوا بنقطه اخرى اللي هي الحريات النقابيه اللي ما زالت ما كتحترمش مجموعه من المؤسسات ومجموعه من القطاعات. فهذا شيء خاصها تنكب عليه الحكومه. لا يعقل اننا في هذا العصر كنعيشوا ومازال مجرد ما تاسس مكتب نقابي نهار الحد نهار الاثنين كيتم الطرد ديالو. فمازال حنا كنعيشوا هذا الشيء. قانون الاضراب، مشكل قانون الاضراب اللي باقي وقانون الشغل. قانون تنظيم الاضراب، فيما يخص القانون تنظيم الاضراب حنا كنقولوا في الاتحاد المغربي للشغل الدستور ضمن لنا الحق في الاضراب، لكن الاشكال المفارقه اللي كنعيشوا مع الحكومات هي كتجيب لنا مشاريع قوانين، خصوصا الحكومه السابقه جابنا واحد المشروع قانون يكبل هذا الحق وكيدير له مجموعه من القيود. حنا منفاتحين باش نناقشوا قانون تنظيم الاضراب، ولكن قانون تنظيم الاضراب حتى هو خاصو الشروط ديالو الاضراب، ماشي يحترم المصراعي. يحترم المعايير الكونيه الديمقراطيه والحقوقيه. لا ما يمكنش نديروا واحد القانون تنظيمي يكبلنا. حنا سميناه في الادبيات ديالنا القانون التكبيري للاضراب، ماشي قانون تنظيمي للاضراب.
حنا بغينا واحد القانون التنظيمي للاضراب اللي كيخلق جو من الثقه داخل المؤسسه، داخل القطاع ولا داخل الوطن، غادي يخلق جو ديال الثقه بين الدوله وبين المشغلين وبين الطبقه العامله. ولكن كتبقى عاوتاني رؤيه ديال الباترونات هما كيفاش كيشوفوا الامر، كيفاش النظره ديالهم للاضراب، كيفاش خصو الاضراب راه حق دستوري. لا الكيفيه يعني منصوص عليه في الشروط ديالو والممارسه ديالو. ايوا الشروط اذا كانت الشروط حنا مع الشروط، حنا قلت لك من فاتحين الاتحاد المغربي للشروط يكون توافق، ولكن ما تجيش دير لي القيود من الاول. لا كيكون واحد التوازن يعني. وصلتوا النتيجه في هذا الامر يعني؟ لا مازال ما وصلناش، لا ما وصلناش للتوافق في هذا الشيء، مازال ما وصلناش لسبب بسيط. اولا ان السياق ديال دابا، واش حنا غنمشيو عند الطبقه العامله نقولوا لهم حنا كنا نجتمعوا معاهم نقولوا لهم حنا كنناقشوا القانون التنظيمي للاضراب؟ يعني هو جاي مكوي بالغلا بدات تتناقش معاه يعني علم المنطق. لا يعقل. هذا النقاش ديال التشريعات الاجتماعيه كيكون في واحد الفضاء يعني اللي انت خلقتيه ايجابي، حسنتي الاوضاع، لبيتي المطالب، وديك الساعه سيدي راه نتذاكروا. ما يمكنش ننزلوا عند الطبقه العامله نجلسوا معاهم في المقرات ونقولوا لهم لا حنا كنتذاكروا على القانون التنظيمي للاضراب. لا يعقل. الاولويه ديالنا كيف قلت لك هي انقاذ القدره الشرائيه للطبقه العامله، هذه اساسيه، وارجاع الاوضاع اللي كانت عليه قبل. مجموعه من الاجراءات راه قلت لك منها مجموعه من الحوايج. والرؤيه الاصلاحيه ديالكم داخل الاتحاد المغربي للشغل، واش كتشوفوا بانكم قدرتوا تفرضوا على رئيس الحكومه هذه الرؤيه اللي تكلمتي عليها دابا الاصلاحيه اللي كتقترحوها انتم؟ حنا اقترحنا ارضيه فيها مجموعه من الاقتراحات وهي قابله للانجاز. لما كنديروش العصا في الرويضه، درنا مقترحات اللي هي عمليه وقابله للانجاز، وبالتالي المفروض الحكومه تحمل مسؤوليتها. يعني الحكومه خصها تبذل الجهد من الان. حنا منفتحين على كل الاقتراحات ديالها نذاكروا، غير حنا ما بغيناش هذه الامور نبقاو نتفرجوا فيها، الحكومه تبقى تفرج وتعطيك المبررات بالازمه الدوليه. لا، هذه حكومه سياسيه كتعتبر راسها حكومه سياسيه منتخبه، فمن المفروض عندها برنامج حكومي، من المفروض انها تحمل مسؤوليتها وعندها التزامات في البرنامج الحكومي اللي تقدم يعني امام المواطنين. يعني وبالتالي لا يعقل هذه الفرجه اللي كتفرج الحكومه. يعني لا الامور واصله للسقف، الغلاء ما عرف فين واصل في جميع المواد، ما كاينش شي حاجه كتقيسها وتلقاها رخيصه ونجيو حنا نبقاو نتفرجوا. حنا كاتحاد المغربي للشغل قلنا غنمشيو، ماشي نمشيو باش غير نطالبوا، غنمشيو بمقترحات، وبالتالي مشينا بمقترحات عمليه لا على المستوى، على جميع المستويات. كيف قلت لك انا ما نعاودش نكرر لك داك الشيء. يعني من المفروض ان الحكومه تعالج، وانه كاين الحوايج اللي خصها تلبي علينا هاد السنه، كاين الحوايج اللي يمكن تدخل في المشروع القانون المالي ديال 2024. حنا منفتحين. الاتحاد المغربي للشغل هكا عنده منظمه كيمشي على سكتين، سكه الاحتجاج ملي كيكون كيفرض راسو، وسكه التفاوض والاقتراح. ماشي غير التفاوض، حنا كنتفاوضوا وكنقترحوا، وبالتالي حنا مشينا بمجموعه من البدائل اللي اقترحناها باش نخفوا، ما غاديش تحل هذه المشاكل، ولكن باش نخفوا من المعاناه ديال الطبقه العامله في كل القطاعات وفي كل الجهات في بلادنا. وفق رؤيه تشاركيه بطبيعه الحال. بيان سور وفق رؤيه تشاركيه. فقلت لك حنا كرسنا هذا الحمد لله هذا الخيار الاستراتيجي ديال مؤسسه الحوار الاجتماعي. خاصو هذا الخيار الاستراتيجي ينزل القطاعات وينزل الجهات والاقاليم. هذا هو اللي خاص يكون، ما يكونش غير ممركز على مستوى رئاسه الحكومه. يعني احنا دابا على بعد تقريبا شي 10 ايام على حلول الذكرى ديال فاتح ماي. انتم واش كتشوفوا بان هذه المناسبه غادا تكون بالنسبه لكم يوم احتفال او يوم احتجاج؟ احتفال واحتجاج، هذا عيد اممي يعني كتخلدوا الطبقه العامله سنويا، ولكن هذا العام زعما الا توصلوا عندهم مجموعه من الاستثناءات. الاستثناء الاول هو بعد اول فاتح ماي من بعد كورونا، لان ما كانش هاد السنوات اللي فاتح اللي فات كان يعني وضعيه كانت مستقره شويه. فاتح ماي هذا العام عنده استثناء ديال هذا الغلاء اللي كنعيشوه وجا من بعد كورونا، وبالتالي فالاتحاد المغربي للشغل بكل تنظيماته العموديه والافقيه كتشتغل يوميا الان للتهيئ لهذه الذكرى اللي غنسمعوا فيها الصوت ديالنا وغنسمعوا فيها الاحتجاج ديالنا. وراه ديجا الشعار ديالنا راه كفى باسطه، غنقولوا كفى
كافه من هذا الشيء اللي غاديين فيه ديال الغلاء الاسعار، وكافه من هذا الشيء. وبالتالي فاحنا كنهيئوا نخلدوا هذه الذكرى ديال فاتح ماي، واللي غتكون فيها بطبيعه الحال الكلمه ديال الاخ الامين العام، اللي فيها مجموعه من الاشارات ومجموعه من النقاط اللي غادي تمحور حول هذه الذكرى هذه بحمولتها الرمزيه والتاريخيه والنضاليه. انا علاش طرحت عليك هذا السؤال؟ حيت في العام اللي فات كنتوا توصلتوا تقريبا في 30 ابريل واحد الاتفاق، وجا واحد البلاغ من الاتحاد المغربي للشغل قال بانه يعني هذه الذكرى ديال الفاتح ماي اللي فات ما درتوش فيها دوك دوك اللقاءات وداك سميتو، ربما ربط كاين اللي ربط هذا الامر يعني بالاتفاق اللي درتوه مع الحكومه. يعني لا واخا يكون اتفاق فاتح ماي كنديروه، لا علاقه، كانت الاوضاع ماشي هي ديك الاوضاع الصحيه والاوضاع الوبائيه ما كتساعدش على اننا نديروا، راه كان مازال الوضع ماشي هو ذاك، لا علاقه لا بالاتفاق ديال 30 ابريل. زعما كنظن الوضعيه كانت مستقره. الاتحاد المغربي للشغل لا كان مازال شويه، الاتحاد المغربي للشغل كينظم الاحتفالات ديالو فاتح ماي منذ التاسيس ديالو، وبالتالي فهذا عيد اممي ما يمكنش ما نخلدوش، وغادي نخلدوه هذا العام بواحد المستوى عالي ديال التعبئه ان شاء الله. وزعما واش كتثقوا في القدره ديال الحكومه انها تلبي المطالب؟ الكره الان في الملعب الحكومي قبل فاتح ماي. الكره الان في الملعب الحكومي، هي خاصها تستحضر الادوار ديالها، خاصها تستحضر الوضع الاقتصادي والاجتماعي ديال بلادنا، لان في بلادنا كاين ركود اقتصادي، كاين التضخم المستورد، كاين التضخم المحلي، وكاين الاوضاع المعيشيه المزريه ديال الطبقه العامله. وبالتالي خاص الحكومه تاخذ بعين الاعتبار هاد العوامل كلها اللي ما يمكنش نبقاو نتفرجوا فيها هكا. لا بد من الحكومه ستحمل مسؤوليتها السياسيه والدستوريه باش تعطي واحد الحلول. اش غتقول الحكومه ليله فاتح ماي؟ ما يمكنش تقول المداخل كاينه، ملي كترتفع الاسعار مثلا ديال المحروقات راه المداخل ديالها كترتفع، واللي ما سقفتهاش للاسف الحكومه، ما سقفتش لينا داك النسبه ديال التباع على حساب واحد السعر ديال اللتر ديال المحروقات، فلا يعقل. كذلك ما لعبتش الدور ديالها، اكتفات يلاه كتمشي عند مول الحانوت تقول لي في شي ثمن، المشكله ماشي ثمن ديال الغلاء، ماشي ثمن. يجب اعاده النظر في التاطير القانوني والتنظيمي لاسواق الجمله، يجب الدخول في هذه السلاسل ديال التوريد والتسويق نعرفوها كيفاش كتمشي، يجب اتخاذ اجراءات كيف قلت لك عقابيه وزجريه ضد كل من سولت له نفسه تلاعب داخل الاسواق واستغلال الازمه، لان هذا وطن ديالنا خصنا نحافظوا عليه، وخص حب الانتماء للوطن، خص بنادم هادو ماشي وطنيين اللي كيديروا هاد كيتاجروا بالازمات، ماشي وطنيين. وبالتالي خصنا نحاربوا كل الاشكال اللي كتمس القوانين اللي جاري بها العمل في بلادنا، تمسوا هذا الاحتكار، المضاربات في الاسواق. وبالتالي كيف قلت، وكاين ركود اقتصادي، كاين تسريح ديال العمال بشكل يومي، وكيجي يقول لك خصنا نراجعوا مدونات الشغل. واش اشكالات حقيقيه؟ واش المراجعه ديال مدونات الشغل شنو فيها؟ فيها واحد الكلمه مرونه الشغل، مرونه في الشغل، يعني كيتم التكييف ديالها، وكيف سماها الاخ الامين العام انها حلوه في التعبير، ولكن مره في التطبيق. يعني كيقول لك مرونه في الشغل هي التسريح والطرد ديال العمال وتعطيهم تعويضات هزيليه دون حسيب ورقيب. لا لذلك احنا منفتحين نذكروا في كل شيء، لكن الاتحاد المغربي للشغل عنده خطوط حمراء، وهذه الخطوط الحمراء معروفه، هي ما خصناش نمسوا اي مكتسب من مكتسبات الطبقه العامله. بالنسبه لكم السي العربي حبشي، تكلمنا على الموظفين والمستخدمين والقضيه ديال الحاجه لرفع الاجور، ولكن الفئه ديال المتقاعدين والمعاشات ديالهم اللي هي هزيله، خصوصا داخل القطاع الخاص. كنشوفوا مثلا في القطاع الخاص واحد 600 الف يعني تقريبا اللي كاينه وفق الاحصائيات ديال المتقاعدين في كيتقاضاو يعني واحد الاجر زهيد، يعني هاد 5% يعني ما كتمثلش حتى ما بين 100 ل 200 درهم في الشهر. يعني واش كتشوفوا شنو كتقترحوا يعني من اجل تقويه القدره الشرائيه ديال الفئه الاجتماعيه؟ بالنسبه للفئه ديال المتقاعدين خصوصا في القطاع الخاص، فكانت واحد الزياده اللي هي على كل حال حتى 200 درهم
صادق، كان صادق على المجلس الاداري ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكانت بفضل الكفاحات ديال الاتحاد المغربي للشغل. الاتحاد المغربي للشغل عنده كذلك بالنسبه للفئات المتقاعدين عنده واحد المنظور شمولي. معلوم خصنا نرفعوا من المعاشات ولكن ليس كافي. الاتحاد المغربي للشغل كيشوف ان المتقاعده او المتقاعد خصو يتمتع بمجموعه من الحقوق اللي خصو يتمتع بالتخفيضات في النقل، لا النقل البري ولا السككي ولا الجوي ولا البحري. خصو يستافد كذلك من التغطيه الصحيه التكميليه باش ما يبقاش يؤدي، لان كتعرف المتقاعدين هما الاكثر عرضه للامراض، سيرتو الامراض المزمنه. ولكن التقاعد التكميلي ربما حتى القطاع الخاص ما كيبغيش ينخرط فيه، يعني يعني واحد خصنا اليات، خصنا تحفيزات، خص تحفيزات واليات. خصو كذلك بالنسبه للسفر يمشي للسياحه يستافد من، خصو يستافد، خص بزاف، خص دوك لي زاكسيون انديريكت باش لا بونسيون ديالو ما تضرش، باش المعاش ديالو ما يضرش. خصك تعطيه واحد الاليات غير مباشره اللي يستافد منها، يتسجل مثلا في النوادي الرياضيه بثمن اقل. كاين مجموعه من الحوايج اللي خص فئه المتقاعدين يستافدوا منها. لا يكفي الا بقيتي مقابل غير لا بونسيون بوحدها ما غتحلش المشاكل بطبيعه الحال، ولكن اساسا الاجراءات الجانبيه اللي اساسا التغطيه الصحيه خصها تكون يعني في الحقيقه غراتويت بالنسبه للمتقاعد والمتقاعد. كاينه في بعض البلايص قلال، ولكن خصنا نعموا على جميع الفئات ديال المتقاعد، لان الصحه هي اكبر راس مال في الحياه، وبالتالي خصنا نستافدوا من جميع هادشي باش تحلت المشاكل في مجموعه من الدول. غير في الدول ديال البحر المتوسط كاينه مسائل اللي كتخاد مع المتقاعدين بشكل غير مباشر وكتفيدوا مزيان. والمثير السي العربي هو انه يعني حنا في المغرب هاد المتقاعدين وفي سياق الحديث ديالنا على ضعف المعاشات ديالهم، انه في الوقت اللي خصو يرتاح هو شويه وهذا كتلقاه كيلجا للعمل، يعني انه في الوقت اللي خصو يرتاح ولكن الظروف ما كتساعدوش انه يرتاح، يعني كيضطر انه خصو يخدم، كيزيد كيفورسي على راسو على اساس انه باش يكمل هذاك سميتو، وهذه في حد ذاتها هي كتشكل واحد الازمه عندنا للاسف الشديد. ولكن حنا كنعيشوا مفارقه في الوقت اللي خاص الحكومات تنكب على اصلاح الاوضاع ديال المتقاعدين. هي كتبغي تجيب لك اعاده النظر في ذاك الثالث المشؤوم المتعلق بالتقاعد، كتبغي ترفع لك ثاني من سن التقاعد، تبغي ترفع لك من الاشتراكات، من المكتسبات، وتهبط لك المعاش. يعني من مصيبه. انت قلتي احنا كنعيشوا الهشاشه، هشاشه في بلادنا. مجموعه من المتقاعدين، فئه عريضه ديال المتقاعدين يعيشون في وضع الهشاشه والفقر، وبالتالي كتشوف المفارقه ان عوض تكون واحد المعالجه شموليه لاصلاح انظمه التقاعد، الحكومه كتلجا للحلول السهله، الحلول المقياسيه والمعياريه. وحنا في الاتحاد المغربي للشغل نرفض الحلول المقياسيه والمعياريه، بالعكس حنا كنطالبوا واحد الاصلاح ديال انظمه التقاعد يكون اصلاح شمولي، ليس على حساب الطبقه العامله وليس على حساب المتقاعدين. انظمه التقاعد فيها الاطراف، فيها الدوله، فيها الباترونا، فيها لي زاكتيف، وفيها لي غوتريتي. ملي كيوقعوا الاصلاحات لي زاكتيف اللي كيخلصوا الثمن ديال ذاك الاصلاح بوحدهم، في حين ان الدوله خصها تتحمل مسؤوليتها، خاص الباترونه تتحمل مسؤوليتها. يعني خصنا واحد المقاربه شموليه لاصلاح انظمه التقاعد في ابعادها الاجتماعيه والاقتصاديه والماليه. في ختام هذه الحلقه السي العربي المحرشي، يعني شنو هي الرساله اللي تبغي تقدمها، يعني شنو هي الميساج اللي تبغي تعطيه للحكومه والطبقه العامله ونحن على ابواب فاتح ماي، يعني بهذه المناسبه ديال فاتح ماي، شنو هي الكلمه اللي تبغي انا الكلمه اللي كنقول ان كنطلب من كل العاملات والعمال، المستخدمات والمستخدمين، الموظفات والموظفين يشاركوا وبكثافه في احتفالات فاتح ماي اللي غينظمها الاتحاد المغربي للشغل في 56 منطقه تنظيميه. وبالتالي كنطلب منهم المشاركه بكثافه واسماع الصوت ديالهم واسماع المطالب ديالهم والمعاناه ديالهم من اجل الدفع بالحكومه الى تلبيه المطالب اللي هي مشروعه ديال الطبقه العامله. وكتشوف بان هذه الحكومه كانت افضل من سابقتها ام ان في النظر ديالك؟ على الاقل
دابا ماشي غير الحكومه السابقه، باش نكونوا موضوعيين، ما كنا كنتوصلوا لبعض الاتفاقات حتى لاخر الولايه. في عهد الحكومتين ديال بي جي دي كان النقابيين كيقول لك بانه كان تعطي الحوار الاجتماعي، وكان بزاف من معلوم كان تعطي الحوار، يعني كان تعطي الحوار الاجتماعي، كانت قرارات اجراءات اللي كنأديو الثمن ديالها. شكون اللي حرر الاثمنه ديال المحروقات؟ شكون اللي رفع الدعم على صندوق المقاصه في هذه المجالات هذه؟ شكون اللي دار زاد في سن التقاعد؟ شكون اللي رفع من الاشتراكات؟ شكون اللي نقص من معروفين. وبالتالي انا بغيت نقول لك مع هذه الحكومه اللي ايجابي غادي نكرسوا المؤسسه ديال الحوار الاجتماعي، لان بدا الحوار من اول سنه في الحكومات، بعض الحكومات السابقه، وكاين شي حكومه ما وصلنا حتى شي اتفاق، وبعض الحكومات السابقه ما كنا كنتوصلوا لاتفاق الا تحت الضغط، حتى كتنوض الاضرابات وكتنوض الاحتجاجات وفي اخر الولايه. الان بدينا من الان، كنتمنى انايا ان الحوار، هذا الحوار الاجتماعي يكون حوار اجتماعي ذي مضمون، يعني فيه نتائج. كيف قلت لك في بدايه الحلقه، قيمه الحوار الاجتماعي في قيمه نتائجه. ونكرسوا هذه المؤسسه وتعمم هذه المؤسسه على القطاعات وعلى الجهات والاقاليم باش نمشيو. وبالتالي انا المناضل النقابي من شيمه يكون متفائل. نحن في الاتحاد المغربي للشغل متفائلون، سنواصلون النضال، سنواصل النضال الاحتجاجي، النضال التفاوضي، النضال الاقتراحي، كلها احنا الاتحاد المغربي للشغل كعادته سيواصل هذه المسيره ديالو من اجل خدمه الطبقه العامله والمصالح العليا ديال الوطن ديالنا. السي العربي الحبشي، النقابي القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، كنشكرك بزاف على الحضور ديالك معنا في هذه الحلقه. وانتم مشاهدين قناه شوف تي في، كنشكركم على التتبع ديالكم لهذه الحلقه، وكنضربوا لكم موعد جديد في حلقه جديده ان شاء الله يوم في العدد المقبل ان شاء الله. شكرا سي. الله يودي. لا اول مره كندوز في شو سيفي صح. مزيان ما تكونش الاخر ان شاء الله. ان شاء الله. كي كانت الحلقه؟ لا مزيانه تبارك الله، درنا فيها نيتيه ديك 40 دقيقه. 40. احنا دابا راه فيما كان شي موضوع نقابي ولا هذا راه غنعاودو. لا مزيان، اتصل بك ان شاء الله. التليفون عندك ان شاء الله. اتصل بيا وحيد مبارك، هو اللي قال لي. صديق ديالي قديم قال لي ايام الاتحاد الاشتراكي.